علاش خاصنا نديرو داكشي اللي كنقولو لراسنا غنديروه، وما خاصناش نديرو داكشي اللي كنقولو لراسنا ما نديروهش. كل مره كتوعد راسك بشي حاجه وما كديرهاش كتكذب على اغلى واحد في حياتك. نعطيكم مثال حاجه كاملين طرات لينا. مثلا كتقول لراسك غادي نفيق في الصباح بكري، ولا مثلا غادي نفيق مع هذا الوقت هذا. مثلا نقولوا درتي غادي تفيق مع 6 ديال الصباح، ولكن انت فقتي مع 7، ما درتيش داكشي اللي كتقول راسك ديرو. هذا غير مثال، غتكون طرات لينا بزاف ديال الحاجات. ومثلا النتائج، طرا لك في النتائج مثلا كدير شي خدمه وكتوقع واحد النتيجه، كتقول لراسك كدير هذه الخدمه هذه ولكن ما كديرهاش كيف ما كنتي متوقع. المهم بحال هكا، هذا مشكل كبير وانا براسي ما كنتش عايق به كاع، وكنت طحت فيه. اخي بحاجه من اخيب الحاجات اللي ممكن ترى لك هي طيح في هذا المشكل هذا. علاش؟ حيت كيؤدي للاحباط، والاحباط هو اخيب حاجه تقدر ترى لشي واحد. حيت الاحباط بحال كتعيش انت ميت، بحال دير مع راسك غادي دير شي حوايج وما كديرهمش. علاش؟ انت اصلا راه فايت كاذب على راسك، فايت قايل راسك راه غادي ندير هادي وما كديرهاش. وبحال هكا بحال كتحبط، كتولي صعيب تنوض، وكتولي تعاود تنوض تقول لراسك غادي ندير هاد الحاجه وما كديرهاش. صراحه واحد اللوب اللي خايبه بزاف، اللي ما بغيتي شي واحد يطيح فيها، وخاصك تعيق بها قبل ما تطرالك، قبل ما تولي في شي حاجه خايبه بزاف. المشكله ماشي في الكسل، المشكله ما كتبقاش واثق في راسك. المشكله واخا تكون انت عندك هذيك الانرجي انك دير الحاجات، فما كيبقاش المشكله في الكسل وانك معكاس. كتولي المشكله ما كتبقاش تثق في راسك، كتقول لراسك راه غندير هاد اللعيبه هادي. مثلا غادي نمشي لهاد الانترفيو ديال هاد الخدمه، ولا غادي ندير هاد اللعيبه هادي مزيان، ما كديرهاش مزيان حيت انت اصلا ما كتبقاش تثق في راسك. كيفاش انت مثلا غادي دير لشي واحد شي حاجه وانت ما تايقش فيه؟ هاد العيبينيت مثلا انت قلتي لصاحب، درتي مع صاحبك غادي تلقاو في شي بلاصه وانت كنتي في هذيك البلاصه في هذاك الوقت، ولكن هو ما جاش، هو ما دارش داكشي اللي اتفقتوا عليه. فانت ما كتبقاش تايق فيه، ما كتبقاش تايق في الكلمه ديالو، ما كتبقاش تايق فيه. وراه بحال هكا مع راسك. وتخيل معايا هاد العيبه دي اللي قلنا مع الصاحب طرات لك مره وجوج وثلاثه وربعه، انت ما كتبقاش حامل هذاك الصاحب، ما كتبقاش تايق في الكلمه ديالو، ما كتبقاش تايق فيه. وتخيل معايا راه درتها مع راسك انت اصلا. السر ان الثقه مع راسك ما كتبقاش، والحل ديالها هي ترجع الثقه. شي الا كنتي طحتي في هذا البلان هذا بزاف ديال المرات راه كتولي صعيبه، كيف ما قلت راه كطيح في الاحباط. ولكن راه كاين حل. اول حاجه من الاحسن انك تاخذ واحد البريك، ما تبقاش دير شي حاجه مع راسك. ما تقولش راسك اوكي انا راه غادي ندير هادي، انا راه الا كنتي عارف راسك مثلا 20% ديال انك ما غادي ديرهاش، حتحبس ما غاديش ديرها. ما غاديش تقول لراسك غادي نفيق بكري، اوكي خلي فيق مع اي وقت. ولا هذا غير مثال، انت فكر في اي حاجه تكون باغي دير، ولا حتى ماشي غير تقول لراسك انك باغي دير، حتى تقول راسك انك ما ديرش شي حاجه. مثلا شي عاده خايبه، مثلا الصهير، مثلا اي عاده خايبه كديرها، فاش كتقول لراسك ما ديرهاش فانت ما ديرهاش. نرجعوا للحل، غادي تاخذ واحد البريك ديال انك ما تقول لراسك لا ما دير هادي لا ما ديرهاش، باش هذيك الثقه ديالك مع راسك بحال تخفى شي شويه، ما تبقاش في حاله خايبه. وغادي تعاود تبنيها. باش غادي تعاود تبنيها بحاجات صغار. مثلا كنتي كتقول لراسك غادي تفيق مع 6 ديال الصباح، دابا لا قول لراسك غادي تفيق حتى ل 11 ولا 12، باش ترجع هذيك الثقه ديالك مع راسك، ترجع هذيك الربح. انت كاينه اصلا هذيك الوينين افكت. فاش انت كتبقى تربح، مثلا كتربح في الحاجات الصغار، سهل باش تبقى كتزيد وكتربح. بحال مثلا راه كانوا داروا واحد المثال مع واحد الفيران، كانوا حقنوا شي واحد بالبرا بحال راه ديجا الضارب، هو راه ما عمره ما ضارب وربح، ولكن حقنوه بانه فايت ربح. صدق هو عنده الثقه في راسو، وصدق مضارب مع شي فرح اخر وربح. راه بحال هكا مع راسك. فاش كتربح شي ربح صغير ولو صغير، كتولي تزيد طلع في النيفو كتربح. فبحال هكا باش ترجع الثقه ديالك في راسك، رجع الرباحات وما ترجعش هذيك اللعيبه ديال ما كديرش داكشي اللي ما كتقولش، اللي كتقول لراسك ديرو ولا اللي ما كديروش. فهمتوني؟ اول حاجه تعيق بهذا البلان هذا. انت راه انا ما كنتش عايق به ويلا عرفتو. كونور ماغريغور اللي كنتو عرفتوه من اشهر المقاتلين، وراه شحال دوز في الكارير ديالو، دابا راه واقيلا سالها. وخرج لي واحد الفيديو كان قال باللي الا قلتي لراسك شي حاجه خاصك ديرها. فاش كتقول لراسك ما تاكلش هادي وكتاكلها، فيق مع هذا الوقت وما كتفيقش، دير هادي وما كديرهاش، كتضاعف الداخل ديالك كتضاعف. فانت لا ضروري اللي قلتي لراسك دير هادي دير 99% ديال الوقت، باش
طيحش في هذا المشكل اللي كنا قلنا. كيف ما قلنا الحل خود بريك، من بعد رجع الثقة ديالك مع راسك بشوية بشوية، وان شاء الله غادي يتحل البلان. انت راه خاصك تعيق به وكل شيء غادي يمشي مزيان. فاللي كيوفي الوعد مع راسو كتزاد ليه الثقة ديالو مع راسو، وحتى الناس كيثيقوا فيه، وكتولي فحال واحد اللوب ديال الايجابيه، واحد اللوب ديال انت مزيان وداكشي اللي كديرو راه مزيان، وانت واثق في راسك انك غادي دير اي حاجه وفحال هكا كتكون انت مع راسك مزيان. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. اول فيديو بغيت نجرب انني نحطو نهضر داكشي اللي عندي، وهذا موضوع واعر بزاف، راه ماشي غير شديت وهضرت فيه، قلب شويه شحال وراه طرا ليا. نتمنى يعجبكم الفيديو. الا كنتو تافقتوا مع شي حاجه، لا ما تافقتوش، اكتبوا في كومونتيرات، والسلام عليكم.